السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء. عدنا لكم اليوم بحكاية جديدة، حكاية نأخذ منها الدروس والعبر، ولا بد أن لها شبيه في عالمنا، نستفيد منها ونتعلم من أحداثها. واليوم حكاية جديدة بعنوان العمل عبادة، وبطلها هو صديقنا جحا، وتدور أحداثها في قرية من القرى البعيدة المليئة بالأشجار الجميلة، حيث كان يعيش صديقنا جحا. في كوخ صغير وبسيط. كان جحا لا يعمل، لكن أهل القرية طيبون، لذا يعطفون عليه ويكرمونه، ويأتون له بالوجبات، لكن كان لجحا عادة سيئة حيث كان يأكل كل الأكل في مرة واحدة، ويكون ذلك في وقت الغداء، لكن المشكلة عنده بقدوم العشاء، حيث لا يجد ما يأكله فقد أكمل كل الأكل في وقت الغداء، ويظل جائعا في وقت العشاء، فأشار إليه أحد سكان القرية بأن يقوم بتوفير بعض الأكل من وجبة الغداء إلى وجبة العشاء. فقال له جحا: صدقت، يا جاري العزيز، إنها فكرة جميلة، سأدخر بعض الطعام، فلما يأتي وقت العشاء أقوم بأكله حتى أشبع. وفعلا جاء اليوم التالي، وجاء له بعض الجيران بالطعام، وكان عبارة عن بلح، فقام جحا وكعادته السيئة بأكل كل البلح، لكن قام بترك بلحة واحدة، فقال: هذه سأتركها لوقت العشاء. ثم أضاف: أين أضعها؟ إذا تركتها عندي هنا سآكلها قبل العشاء. ولن أنتظر قدوم وقت العشاء. ظل جحا يفكر ويفكر، ثم قال: حسنا، لقد وجدتها، سأتركها عند جاري. ولن آخذها منه إلا وقت العشاء. وفعلا ذهب جحا إلى جاره وأعطاه البلحة، وأخبره أنه سيأخذها منه عند وقت العشاء. أخذ الجار البلحة من جحا، وقام بوضعها في المطبخ. وكان عند هذا الجار ديك، ديك كبير جدا، وكان هذا الديك شرها. قام الديك بالدخول إلى المطبخ، ولما رآه دخل خلفه مسرعا، وكان يتوقع أن الديك سيأكل البلحة. وبالفعل عند دخوله إلى المطبخ وجد الديك قد التهم البلحة. وعند قدوم المساء جاء جحا ليطلب البلحة حتى يأكلها في العشاء، فاعتذر له الجار وأخبره أن ديكه أكل البلحة. وأضاف: لا تقلق يا جحا، غدا سأحضر لك بلحا غيره. أصر جحا على طلبه، وقال غاضبا: أريد البلح الآن، وإلا سوف تعطيني الديك بدلا منها. صدم الجار من هذا الطلب الغريب. لكن يا ترى ماذا تصرف؟ لكن يا ترى كيف تصرف؟ سنعرف ذلك يا أصدقاء. لكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. أهلا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل مع حكاية اليوم الممتعة، والتي هي بعنوان العمل عبادة، وبطلها هو صديقنا جحا، حيث كان مصرا على جاره بأن يعوضه عن البلحة، والتي قام ديك الجار بأكلها. فخيره جحا بين أمرين: إما أن يعيد له البلحة، وهذا مستحيل في المساء، أو أن يعوضه بالديك، وعند ذلك اضطر الجار مكرها أن يعطيه الديك بديلا عن البلحة. وفعلا أخذ جحا الديك، لكن لا يدري أين سيذهب به، فهو لا يملك طعاما يقدمه له. وفجأة فكر في جاره الثاني، فذهب إليه ووضع الديك عنده، طالبا منه الاهتمام به. وتقديم الطعام له.
وكانت زوجة جاره الثاني مشغولة جدا، حيث كانت تعمل والفرن مشتعل، وفجأة قفز الديك داخل الفرن، فاحترق رغم محاولات الزوجة وجاء جحا في الصباح حتى يأخذ الديك، لكن الجار اعتذر له وقال أن الديك احترق في الفرن، فقرر جحا أن يأخذ الفرن، وذلك تعويضا عن ديكه. فاضطر الجار الثاني لذلك. أخذ جحا الفرن الكبير، لكن لم يعرف ماذا يفعل به، وفكر في جاره الثالث، والذي كان يأتيه بالطعام كذلك، وقال له: سأترك هذا الفرن عندك، لأن بيتي ضيق، ولا يتحمل هذا الفرن الكبير. فوافق الجار بعد إصرار جحا على ذلك، ووضعه له في الحظيرة، والتي هي مصاحبة لبيته. وكان هذا الجار يملك بقرة، هذه البقرة تدخل الحظيرة في بعض الأوقات، وبينما هي في الحظيرة اصطدمت بالفرن الكبير، مما أدى إلى انكساره، فعلم جحا بذلك، وغضب غضبا شديدا، فذهب إلى جاره الثالث هذا، الذي تأسف له على ذلك، لكن جحا لم يقبل منه، وطلب أن يعوضه بالبقرة التي يملكها. استغرب الجار من ذلك، ولكن جحا أصر على هذا الأمر، وفعلا أخذ جحا البقرة من الجار الثالث وهو فرح، لكن لم يعلم ماذا سيفعل بها، وأين سيحفظها. فقد تشاجر جحا مع كل جيرانه، فجاره الأول تشاجر معه، وأخذ منه الديك، أما الجار الثاني فقد غضب منه، لأنه أخذ منه الفرن كتعويض، ولم يسلم الجار الثالث أيضا، فقد أخذ منه بقرته. لكن جحا أصر على عناده، وقرر أن يحتفظ بالبقرة لنفسه، بل وقرر أن تكون معه في بيته، نفس البيت الضيق والصغير، وقال في نفسه: لن أتركها لأحد، سأتركها معي في كوخي هذا. وفي الصباح أخذ جحا البقرة، وكان يريد أن يذهب بها إلى النهر حتى يسقيها وينظفها، لكن البقرة جرت منه، فوقع جحا على الأرض، وانكسرت قدمه، أما البقرة فقد هربت من الكوخ، وبقي جحا ممددا على الأرض في بيته الصغير، لا يقدر على فعل شيء، وهو ينظر إلى البقرة التي تبتعد شيئا فشيئا، وهو لا حيلة له، فقدمه مكسورة، وليس لديه جار يساعده. بعدما تشاجر معهم، فندم جحا ندما شديدا، وفهم خطأه الذي ارتكبه، وقرر ألا يأخذ أكثر من حقه، ثم قال لنفسه: لا بد أن أعتذر لهم، فلا يمكن أن أفقد جيراني. ثم أضاف: ولا بد أن أعمل، سأبحث عن عمل، فالعمل عبادة. انتهت الحكاية يا أصدقاء. لكن تعلمنا منها ضرورة العمل، فالعمل عبادة، ولا بد للإنسان أن يأكل من عمل يده. أيضا تعلمنا شيئا مهما جدا، وهو إذا تركنا أمانة وضاعت، إما أن نسامح وإما أن نأخذ ما يساويها، وليس أكثر منها كما فعل جحا. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.